فاز السنغالي الدولي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة سقراطس، والتي تمنح لأكثر لاعب كرة قدم منخرط في الأعمال الخيرية. توج الموهبة الإسبانية بابلو جافي لاعب نادي برشلونة بجائزة كوبا، التي يتم منحها لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 سنة. توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة بالكرة الذهبية للسيدات للمرة الثانية على التوالي، بعدما ساهمت في فوز إبلوغرانا بالدوري الإسباني الموسم الماضي. توج نادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل فريق في العالم بعدما نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2021-2022. فاز البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم 2022. فاز البولندي روبرتو ليفاندوفسكي نجم برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق بجائزة جيرد مولر كأفضل مهاجم هداف في العالم، بعدما نجح في تسجيل 57 هدفا في الموسم الماضي. توج الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2022. وتعتبر هذه الكرة الذهبية الأولى للفرنسي كريم بنزيما بعد تفوقه على روبرتو ليفاندوفسكي وساديو ماني وكيفين دي بروين.